اليوم اشتريت سيارة من المزاد موديل 2017 شوفرليت ماليبو بسعر كلش رخيص. حتى انا استغربت شلون باعوا لي اياها بهذا السعر. وصلت للمزاد، دفعت السيارة، طبعا المزاد هسه خلصان، فدفعت السيارة وهسه راح اروح اشوفها. خليكم وياي، خلينا نشوف شنو حالة هاي السيارة وليش باعوا ليها بهذا السعر الرخيص. هذا المزاد طبعا ما عندهم برنامج متطور مثل المزاد الثاني، فلازم اني اروح ادور على السيارة بنفسي. هاي هي السيارة 2017 شوفرليت ماليبو، كلين تايتل، ما بها حادث، ماشي 84,000 ميل تقريبا. طبعا اللي دا اشوفه انه بدي السيارة حلو مرتب، ما يعني نظيف، ما بي طخات، ما بي دعمات صغيرة لازم تتصلح. طبعا هالاستيكرات كلها راح اشيلها، هذا كان يشجع فريق اسمه دالاس كاوبويز، زين هاي كلها راح اشيلها اللزقات. لازم ابدل هذا الباك لايت اللي هنا. بس على سعر السيارة جدا يعني دا اشوفه جدا مناسب. السيارة موديل 2017 ما عابر 100,000 ميل، وهذا بامريكا تعتبر انه اوكي ما عابر 100,000 ميل يكون عليها رغبة اكثر، او بالسوق مال الولاية مالتي يعني حتى لا اعمم. خلينا نشوف دواخل السيارة. اوكي الكراسي نظيفة، كل شيء تمام. ذاك جاكيتي هناك. اوكي يعني مقبول. خلينا نشغلها بالله للسيارة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله ممتاز. صوت المحرك، الجامة الأمامية ما بها فطر ولا كسر، لأن بس هاي بورقتين. خلينا نسمع صوت المحرك بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي بها كود. اوكي شوف بها كاميرا حلو. شوف تكييفها يشتغل لو لا. ممتاز والله التكييف مالتها. طبعا هاي ال LS اللي بدون مواصفات، بس شيء على شيء ممتاز. طبعا هاي السيارة اشتريتها ب $5,900 تقريبا، او مثل ما نقول بالعراقي 59 ورقة. ومثل ما تشوفون هاي صورة من برنامج المزاد. هسه خلينا ناخذ السيارة الفيتر نشوف شنو هذا التشيك انجن لايت او ضوء الاعطال وليش طالع. خليكم وياي. اكو مشكلة بهوائيات السيارة، بس من تشغل السيارة ما تحس باي شيء غلط، يعني امورها تمام. صوت المحرك ممتاز، فلازم نشوف شنو اللي مسبب هاي المشكله. فهي يعني مشكله بسيطه مثل ما نقول. على مود الكود اللي موجود بالماكينه، اول شيء نسوي حننظف الشكويتر، لان هذا يطلع هذا الكود، ونبدل فلتر الهواء، لان هو الكود يقول لي اكو خلل بمنظومه الهواء. فاسهل شغلتين بالبدايه تنظيف هناك الشكويتر وتبديل الفلتر. خلينا نشوف الشكويتر وسخ يعني اي وسخ اي وسخ همين. ننظفه. هو من جهه واحده بس يتنظف؟ لا هو المفروض تروح تفتح سويتش تدوس بنزين شوي. نظفنا هسه الشكويتر اللي هو الثروتل وحطينا الفلتر الجديد. هسه حنبدل دهن ونشغل. خلينا نشوف هسه شكل الدهن القديم شلون صار. طبعا السياره بها تسريب زيت. هذا من وين جاي؟ من هنا. هذا دائما يهرب الزيت. طبعا شكله مو كلش قديم، بس احنا نبدله كنوع من انواع الصيانه. كتبوا لي بالتعليقات شنو رايكم باللي شفتوه.